السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين على قناتي على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر، معاكم رامي محمد. هنتكلم النهاردة عن مميزات سوق التين الشوكي والمكاسب اللي بتكون في الوقت الحصاد. هنتكلم فيها وهنحكي عنها كتير. في بس معلومة عايز أضيفها بس في الأول، معلومة يا جماعة مهمة جدا عايز أضيفها للناس. اللي كتير ناس ناس بتنزل صور اللي مثلا اللي خدش في التين الشوكي اللي ورقه فيها كذا او الكلام ده كله، وبيشوف بيستشير الناس، والتاني يقول له الحق بسرعه خلعها وارميها بره، الحق بسرعه اعملها ووديها بره. الحاجات دي انا عايز اتكلم فيها شويه، احكي فيها واخش على سوق التين. الفكره بالموضوع ان التين الشوكي يا جماعه في الزراعه تجارب، ان انا بمارس المهنه وبقيت فاهمها. يعني هقول لك في ناس لا معاها مؤهل متوسط ولا مؤهل عالي، وبقت خبرة في مجال التين الشوكي من الدرجة الأولى، والسبب الممارسة والتجارب والزراعة الكتير. فبقى الموضوع بالنسبة له خلاص فهمه وحفظه كأنه كده مربي ابنه، واللي بربي ابنه كده مش محتاج انه يكون متعلم او محتاج كذا، بيربيه على اللي هو اتعود عليه. فده الفكرة كلها في الموضوع، ان في ناس دلوقتي يكتب لك على الفيسبوك مهندس زراعي وخبير في التين الشوكي. انا مش مستني منك كلمه مهندس زراعي، انا راجل خريج زراعه. انا راجل خريج زراعه، مش بقول لك انا خريج زراعه، انا بقول لك انا راجل شغال في التين الشوكي. مش مستني اسبق لك ان انا اقول لك انا خريج زراعه ثانيا شغال في التين الشوكي، لا مش محتاج ان انا اعمل كل ده. ثالثا واحد يقول لك كده في مرض في التين الشوكي والحق بسرعه، اللي هو نظام التينه اللي بتبقى مفيرسه، والحق بسرعه ارميها بره والكلام ده. لا، الفيديو الجاي ان شاء الله هجيب لك التينه فيها جزء مفيرس وجزء طبيعي، يعني جزء طارح انتاج طبيعي من اللي هو اللي انت شايفه في الفيديو ده، والجزء التاني فيه جزء مفيرس. بس سبحان الله من نعم ربنا علينا في التين الشوكي انه بيرجع تاني لطبيعته، لا معدي ولا بيتاثر. وتاني حاجه سؤالك، لما تبقى تينه بالحجم اللي انت شايفه ده كله وفيرست، سايبينها ليه احنا لحد دلوقتي بالفيروس؟ لانه لا معديه لفرحها ولا حتى الجزء اللي فيه فيروس يعدي زميلتها. سبحان الله. فبترجع تاني بترد في السنه الثانيه، ممكن ترد في السنه الثانيه، ممكن تقعد كمان سنه وتيجي ردها في السنه اللي بعديها. زي ما هو بجدد نفسه كده. شفت انت بتفصله ازاي والكلام ده كله، وتوقفه على الخشب يبدا يجدد نفسه. شفت انت مثلا في الجزائر او في الدول التانية اللي جالها او المغرب الحشره القرمزيه والكلام ده كله، سبحان الله بعد ما بتنضفها كده وتشيل منها كل ده تلاقي بتجدد نفسها وتطلع ورق اخضر زي ما انت شايف كده. الورق الاخضر ده كده بتجدد نفسها تاني. بس دي الفكره كلها. فمحدش يالف لك الحق بسرعه شيلها وارميها بره، والتاليف ده كله ملهوش ثلاثه لازمه. كل ده تاليف يا جماعه، الناس كلها بس ايه، بترعبك وبتحسسك انها خبيره زراعه في التين. لا بالعكس، هو بيزرع تين بس هو مش خبير تين، مش خبير. هو اهم حاجه عايز يديك المعلومه، انا فدتك وخليتك شلت الشجره بسرعه والكلام ده كله. لا لا لا، كل ده كلام غلط. انا عايزك وانت بتسمعني استمتع بكميه الانتاج الرهيبه. ربنا يبارك. شايف الجمال؟ احنا ورق كله طارح تبارك الرحمن وحجم فوق الممتاز. لو نقرب بالفيديو كده، بص تبارك الرحمن، شايف التوزيع الرباني؟ حاجه في منتهى الجمال. تخيل يا جماعه مزرعه بالحجم ده وكميه الانتاج دي، ربنا بعوضك بانتاج رهيب ينقل معاك سوق، سواء كان حالة او واطي. سبحان الله تبارك الرحمن. فانا دايما كانت نصيحتي للناس ازرع التين وانت قلبك جامد. كان دايما ده كلامي انا. انت لو زرعت التين انا بزرع تين، انت لو زرعت التين انت. انا كل ما يهمني في التين الشوك الحصاد. انا شخصيا كل ما يهمني في التين الشوك الحصاد. انا راجل مش الفكره كلها توزيع اللي على فكره الناس بتكلمنا انا اعلى سعر في زراعه التين الشوكي. لو حد عايز يزرع انا اعلى سعر على الناس كلها. انت حر تزرع بيا ما تزرعش بيا، بس انا بتكلم في نقطتين. انا كل ما يهمني في التين الشوكي هو حصاده. انا لازم اكسب، بس انا بديك فكره بكسب ازاي، واشتغل انت كمان. انا بديك فكره انت بتشتغل ازاي. كنت بتشتغل غلط برجعك تاني اقول لك دي الزرعه اللي انا بكسب منها وربنا يرضيك منها. سبحان الله. انا من ساعه على فكره عايز اقول لك كلمتين.
والله العظيم ده اقولها لك. اولا احنا ساعه ما ابتدينا اشتغلنا في التين كنا واخدين زرعه عاديه والكلام ده كله. في فتره من الفترات كده لما كبرنا المزارع بقيت اعمل اعلانات واقدم التين للزراعه والكلام ده كله في الصحراء. قسما بالله ربنا فتحها علينا، تخيل. وفتحها عليا انا شخصيا. بيبان كتير ينفتح، تحس لما بدي واحد معلومه او بزرع لواحد او الكلام، تحس ان ربنا بيعوضني خير بعديها. لان انا بديك حاجات من القلب، مش بغشك، بديك حاجات من الواقع نفسه. بقول لك والله انا بكسب ايه وربنا براضيني ازاي وبروي ازاي وبسمد ازاي، وانت حر في اختيارك. انت حر في اختيارك بعد كده. فهنمشي مع بعض كده ونستمتع. لسه هنكمل كلامنا برضو على حته موضوع المرض. التين الشوك يا جماعه شجره محترمه جدا، مش هتلاقي زيها في حياتك. اعرف الكلام ده كله، مش هتلاقي زيها في حياتك. سبحان الله وتبارك الرحمن. منظر بعد كده مفيش. فهنتكلم في كلامنا بقى اللي هو احنا عاملين الفيديو اللي احنا عاملينه بسبب ايه؟ سبب مميزات التين الشوكي في السوق. هقول لك. التين الشوكي دايما متعود يجي في فتره شهر 7. احنا كفلاحين او مزارعين دايما بيمر علينا شهر 7 دي اصعب شهر على الناس كلها. هتلاقي الناس كلها شهر 7 دي بظروفه، شهر 7 ده صعب جدا. سبحان الله التين بيجي في الوقت ده. تاني حاجه، احنا بيخش علينا موسم الخوخ في الصيف، تفاح، العنب، ودول بيخلصوا بدري. والعنب كمان ضعيف في مصر حاليا في الوقت الحالي. عنب التصدير ده لوحده، والعنب اللي بقى ينزرع البناتي والكلام ده كله ما حدش كتير بيزرعه، لان احنا كلنا بقينا نعاني منه فشلناه. فابتدت بعض المزارع بره يم الصحراء تزرعه مع نفسها، فما بقاش كافي للسوق، فبقى يخلص بسرعه. حتى الجو مأثر على انتاجه من ضمن الحاجات كمان. تين الشوكي بقى ينزل مسيطر على السوق لوحده في الفتره دي. تخيل بقاله كده، دي رابع سنه او خامس سنه لوحده بيجي في السوق لوحده التين الشوكي. بقت كل الفئات عايزه تتاجر فيه. تخيل كل الفئات. اسال بقى ناس بتتاجر، كل الناس بقت عايزه تتاجر في التين الشوكي. كل الناس بتحجز طلبيات عندك بسبب ان بقى هو في السوق. الناس عايزه تشتغل، الناس عايزه تاكل عيش، الناس عايزه تاكل عيش، فالناس عايزه تشتغل. فبقى يتجه للباب اللي شغال، ايه هو؟ التين الشوكي. فسبحان الله تحس ان ربنا بعوضك خير، ان انت بتتعامل مع زرعه الناس بتتجاهلها باحترام، ربنا براضيك منها. فهو ده المكسب اللي احنا كسبناه. المكسب اللي احنا كسبناه في الوقت بتاع تسويق التين الشوكي. وقت كويس، عمالة بتوفره، تجار محتاجة شغل، عايزة تشتغل مش عايزة تقعد، محدش عايز يقعد. طلبة عايزين يشتغلوا برضو سواء المنتج، عايزين يشتغلوا في فترة صعبة جدا على الكل. بتبقى احنا بنتكلم احنا كمزارعين او فلاحين، بنتكلم بتكون الفترة دي صعبة عليهم جدا. لا مرتب داخله بقى لموظف حكومة او الكلام ده كله، او موظف قطاع خاص بتجيله، لا هو بيستني زرعته ومفيش الفترة دي حصاد وبتمر بظروف صعبة. فبتلاقي الفترة دي التين الشوكي ماسك السوق بطريقة رهيبة. فانا بقول لك السنة دي انت هتتابع السوق وهتسمع ارقام خرافية خرافية. احنا من دلوقتي بنسمع، يعني قبل الحصاد بشهرين اهو بنسمع الناس يعني الناس بتجري على المزارع بطريقة رهيبة، عايزة تشتري تين وبتتكلم في التين. فانت هتسمع كلام كتير، تسمع كلام كتير. هتيجي بقى في الموسم بقى تلاقي منافسة شرسة. حداية التين الشوكي يعني تقييمها السنة دي 45 جنيه من على أرضها كلالة. يعني التاجر اللي بيجي يشتري أرضك بيعد الشجر وبيضرب الشجرة فيها كام عداها، بيضربها في 45. عندك 7000 في 45، عندك 6000 في 45، عندك 15000 عداها في الخمس فدادين ب 46. هنتكلم بالفدان، خلينا نتكلم بالفدان عشان الناس تفهم كلامي. لو أنا بتكلم في مزرعة بالعمر ده، عمر 12 سنة او لا او عمر، قصدي المزرعه دي 8 سنين، عمر 8 سنين زي ما انت شايف كده. اضرب الفدان في 2000 عدايه، في 2000 عدايه ب 45 جنيه. اضرب الفدان في 2000 عدايه ب 45 جنيه العدايه. شوف الرقم، احسب انت اهو. تلاقي انا الكلام بقى اللي هو 7000 و8000 و10000 دول بالخمس فدادين. احنا النمره دايما عندنا هنا 5 فدادين عشان يبقى كلامه واضح.
يبقى يعني الخمس فدادين فيهم مثلا 10000 عدى في 45 جنيه. التقييم السنه دي كلاله. تخيل بقى انت لما تسوق المنتج على ايدك بقى ارقام. على فكره يا جماعه، اللي بيسوق على ايده ما بقولش الاسعار، معلومه يعني، بقول لك انا ربنا رزقني وخلاص، وانا ما ينفعش اتكلم فيها يعني برضو شخصيا يعني. فانت بتتكلم في الكلام لان الكلام علني الكل بيسمع بيها، حتى لو دريت فيما بعد التاجر بيقول. ف التقييم كله ماشي 45 السنه دي. فانا بتكلم توكل على الله، صلح جزء من حياتك صح، الزراعيه، حياتك الزراعيه صح، واشتغل صح. رب تستفيدوا من الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.